السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا أكلة شعبية فاخر من الآخر. بصوا كلها تكات وحركات، حاجة جميلة. هي المسقعة، بس المسقعة بتاعتنا المرة دي بالحمص. مسقعة كده بلدي، حاطين فيها بروتين، مخلينا كده حاجة عالية. تعالوا بقى كده نشوف الجمال ده والطعمة دي عملناها ازاي. باينة من الشكل والجواب باين من عنوانه. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا كده حوالي كيلو بتنجان قشرته وحطيته كده في طبق وحطيت عليه ملح. طبعا احنا عارفين ان الملح بيفصل الرطوبة من البتنجان، فحطيته كده لحد ما طلعت المية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. جبت البتنجان كده شقة شقة وانا واقفة كده او شريحة شريحة وانا واقفة كده بالشوكة. خرمته كده بالشكل ده عشان يستوي بسرعة ما ياخدش وقت معايا. وبرده كمان يعني ايه برده ما ياخدش زيت. لا تابعوا كده معايا كمية الزيت، شوفوا انا كنت بدأ بقد ايه وهخلص بقد ايه. زي ما انتم شايفين كده البتنجان ما بياخدش حاجة، الرطوبة طلعت منه والمية الزيادة والشرايح بقت رقيقة. في مفيش دقيقة كده بياخد اللون ده، بيستوي بسرعة. طبعا كمان انا مخرمة بالشوكة برضو، كمان دي ما بتخلوش برضو ياخد وقت في السوا. وهنحط كده دور من ورا التاني. انا واقفة كده انا ما يعني هقطع الشغل عشان اوريكم بس قد ايه الكمية وقد ايه الزيت. برضو معايا رايق زي ما انتم شايفين، برضو حاجة كده الحمد لله. إيه الالوان، اللون معايا طالع دهبي جميل زي ما انتم شايفين كده. ما غمقوش لان المسقعه ما بتحبش اللون الغامق، فاحنا نحافظ على اللون بتاعنا كده، ما نسيبش البتنجان لانه ما بياخدش وقت. قليته كده حبه من ورا حبه كده بسرعه كده. وجيت برضو جبت الطاجن بتاعي اللي هعمل فيه المسقعه. كنت مجهزه الطم عاملاه بلدي على ايدي على الصلايه، ما جبتوش مفروم خالص. دقيت الطم وحطيته بالشكل ده. خدت معلقتين زيت من اللي انا شغاله بيه، او معلقتين زيت جداد اي ما كان بقى. انا زيتي كنت نازله بيه جديد. فجيت بقى كده حمرت الثوم بالشكل ده، وهنزل عليه معلقه شاي واحده بس خل، معلقه شاي. لو حطيت اكتر من كده هتقلب معايا بطعم الفته ومش هيبقى حلو. هي معلقه شاي دي برضو يعني بتعزز لي الطعم وبتخليه لي جميل. ونزلت كده بفلفلايه حاميه على فلفلايه بارده على الطومة نفسها بعد الخل. ونزلت كده بشوية طماطم مقطعة. التكات دي يا جماعة هي مش يعني مش حاجة، بس بتنقل معانا الطعم كويس قوي. جيت بقى كنت على الحمص من بدري، من أول ما قمت، من أول ما نويت أعمل بزقعة وسلقته كويس. طبعا انتوا عارفين الحمص الشامي بياخد وقت في البل فممكن يبقى جاهز او ممكن يبقى عندك في التلاجة بقى، مش هيفرق. هو طبعا بيبقى معايا على طول الحمص ده، ما بطحوش من مطبخي خالص. ده بيبقى جاي مع خزين الشهر بتاعي. نقعته من بدري كده لحد ما خد التردي المية الصفرا اللي كانت فيه كلها، وخد القوام اللي هو المظبوط وسلقته. وضفته كده على المسقعة، لازم اسلقه. مسكته كده بعد ما حطيت الطماطم وسبكت شوية. طبعا هخلي بالي من خطواتي. انا عشان حاطه حمص حطيت مكعب مرق الدجاج، ربع معلقه كمون. يعني الكمون ده ما نكتروش خالص عشان ما يمررش. يعني انا بتكلم على ربع معلقه شاي. حطيت ربع معلقه كزبره، وحطيت معلقه ملح صغيره علشان انا البتنجان بتاعي نقعف ملح، احذر من الملح. وكنت قاليه كده كان قرن فلفل كده زي ما انتم شايفين. نزلت بيهم كده على الحمص وعلى وعلى الطماطم اللي انا عملتها. وخليتهم خدوا من بعضهم الاول، اتنكهم من بعض الاول، بعدين نزلت بالبتنجان. بعدين نزلت كده كنت حايشه، كنت فصلت حبه حمص بالصوص. قلت احطهم فوق الوش، فحطيتهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وسبتهم كده يسبكوا في بعض لحد ما خدوا التسميغه ديت، وبقى واخدين القوام التخين ده شويه. يعني الحاجه تطلع معايا ما تبقاش صيصه. زي ما انتم شايفين كده انا محافظه على اللون ومحافظه على الشكل، ما اتنقلتش من جنبهم ولا سبتهم لسعوا ولا الكلام ده ولا اللون يغمق. وجيت برضو عشان اكمل الاكل بقى القرداحي، ان احنا بقى كده يعني ايه قلنا هناكل اكل النهارده شعبي. جيت كده جبت حوالي لتر ميه، حطيته. كنت خارطه كيلو ملوخيه، ونزلت كده بمكعب مرق الدجاج مع بشر طماطمايه، مع نص معلقه ملح ونص معلقه سكر. ونزلت كده بالملوخيه بتاعتي، انا عاملاها من غير شوربه، عاملاها قرداحي خالص.
وهتطلع اجمل من اللي على شوربه، اجمل بكتير بمراحل. وعلى الطاسه التانية كده زي ما انتم شايفين كنت حاطه معلقه سمنه تتفكك. طبعا لازم احط معلقه سمنه بلدي مع شويه زيت محترمين كده. حطيت شويه زيت محترمين، طبعا الزيت والسمنه بيلمعوا لي الملوخيه جدا وبيدوها لي طعم. الملوخيه اصلا بتحب الدسم زي ما انا قلت لكم كم مره قبل كده، الملوخيه بتحب الدسم جدا. ونزلت بالتومه، واول ما التومه خدت اللون الذهبي نزلت بنص معلقه كزبره. اهم حاجه بس ما كترش الكزبره ولا الكلام ده ولا احرقها علشان تطلع معايا الملوخيه حلوه. زي ما انتم شايفين كده نزلت بقى على الطشه اكني بتعامل معاها معامله الشوربه بالظبط. طلعت لي بقى مكعب مرقه الدجاج، نقلها لي نقله تانية. طبعا بيديها نفس الطعم ونفس التيست بتاع الشوربه. وزي ما انتم شايفين كده خضار وجمال وطعامه. كنت قاليه بتنجانتين كده بلدي، كنت عامله لهم الدقه بتاعتهم. الدقه بتاعتهم كنت عاملاها بلدي خالص، شطه وتوم. دقيتهم في بعض الاول، وبعدين نزلت بربع معلقه كزبره، اقل من ربع معلقه كمون. نزلت كده بليمونتين، شويه خل، ربع معلقه عصفر، معلقه عسل. وخدي بقى احلى دقه بتنجانه تاكلها في الدنيا، في الدنيا دي كلها. واللي ما عندوش عسل ممكن ينزل بمعلقه سكر، نص معلقه سكر يعني. هي بس بتعدلي الحموضه عشان الحاجه ما تبقاش حاميه وتلتف في المعده. زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللهم بارك كده، اكله شعبيه بس حاجه جميله. الحمص ده يا جماعه انا بعمله في المسقعه، بيعلي من تستها وبيزودها لي بروتين، وكمان عيالي بيحبوها. مش معنى ان انا عاملاها مسقعه اكله والسلام، لا انا مهتميه بيها وعاملاها حتى في بروتين. وطعم الحمص جميل وانتوا عارفين بيعلي لي القيمه الغذائيه لاي اكل انا بعمله. وكمان يعني بيبقى يعني حركات حلوه كده للعيال كده عشان تحب الاكل. شايفين الملوخيه اهي، شايفين الجمال، لون وطعم ومطه. ومع ان احنا اخر السنه الملوخيه ورقتها بقت رقيقه وناشفه، لكن انا بعرف اظبطها اكنها اول السنه بالظبط، تفضل بجمالها وطعمها وحلاوتها. وجيت كده برضو المسقعه انا بغرفها قدامكم علشان خاطر اوريكم بس طعمها. طبعا انتم مش هتدوقوا طعمها بس اكيد متخيلين طعمها. طبعا سبتها سبكت شويه هي والبتنجان والفلفل والحمص خدوا من طعم بعض. بحذر ان انا حاجه ما تلسعش مني. والله العظيم اجمل مسقعه تاكلوها في الدنيا. انا نزلت بقى قبل كده على القناه، لكن كل مره بعملها اكني بعملها لاول مره. جميله جميله جميله. والملوخيه طعم رهيب رهيب. ولا البتنجان المقلي ده حاجه كده، حاجه كده يا جماعه. والله العظيم احنا بنعمله سندوتشات، مش هتصدقوا. ما يكون حد فينا جعان وعايز يخطف سندوتش، لو لقى قدامه بتنجان بقوم عامل سندوتش بتنجان عادي خالص. ايه المشكله يا جماعه؟ اكل الشعبي ده جميل جميل، حاجه ربنا يديمها نعمه، حاجه بتفتح النفس، حاجه كده بتفصل، حاجه جميله، حاجه كده بتفرح ولادنا. وبقول لكم بقى اشوفكم في فيديو جديد. كانت معانا اكله شعبيه النهارده جميله جميله جميله، حاجه مش مكلفه، حاجه جميله، حاجه تحفه، حاجه يعني اللهم بارك يعني. ما حدش يعترض عليها. ما بتنحط الطبقين دول جنب بعض، بتنجان او مسقعه او ملوخيه، الحاجات ديت بصراحه بتفتح النفس قوي. يلا اشوفكم في فيديو جديد.